السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ شايفين صينية السمك؟ احلى سمك ماكريل هتعمليه ان شاء الله ويطلع معاكي تحفة. تعالي اقولك انا عملته ازاي. جبت الاول السمك بتاعي، نضفته غسلته كويس ونقعته، وبعد كده صفيته، جبت مصة حطيت تحتها طبق وقلبته بالشكل اللي انت شايفاه ده عشان يتصفى كويس من المية. هبدأ اعمل الخلطة: فلفل احمر وفلفل اخضر والثوم. هجيب الكبة بتاعتي هنزل بيهم، وهبدأ انزل بالبهارات: كزبرة، معلقة كبيرة كزبرة وكمون، ومعلقة كبيرة من البهارات السمك، وهنزل بنص معلقة من هريسة الشطة، ولو مش موجودة ممكن تنزلي بقرن فلفل حامي تخليها سبايسي. بس هبدأ بقى افرمها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. شايفين الخلطة عاملة ازاي؟ ناعمة وفي نفس الوقت فيها جرشة كده. هبدأ بقى اجيب السمك بتاعي بعد ما اتصفى، هبدأ ان انا اجيب مناديل برضو زيادة تأكيد، وهبدأ ان انا انشف القلب بتاعه من بره كده، اتأكد ان المية خلاص نزلت من السمكية بتاعتي. لو انت هتعملي السمكية زي ما هي، هتبدأي ان انت تفتحيها كأنك بتفتحي فراخ، هتعمليها زي شرايح كده. انا هنا حبيت ان انا اقسمها اتنين، قسمتها اتنين بالشكل اللي انت شايفاه دوت. وهبدا اجيب التتبيله بتاعتي اللي انا عملتها، هتبل بيها السمكيه بالشكل اللي انت شايفاه ده. هاجي بقى للديل بتاعي، هروح فاتحاه بالشكل ده علشان السمكيه تتبل كويس قوي من جوه. وبعد ما اتبلت هاخد شويه من الخلطه على الوش بالشكل ده، وعقبال ما اعمل الخضار بتاعي. انا هنا دي شرايح رفيعه من البطاطس وبصل، فلفل الوان احمر واصفر واخضر، ممكن تستبدليه باخضر بس مفيش اي مشكله خالص. هنزل بيهم في الصينيه بتاعتي، وبقيه التتبيله اللي انا عملتها معاكم هنزل بيها على الخضار بتاعي، وهبدا ان انا اخلطه كويس قوي مع بعض بالشكل اللي انت شايفاه ده. اخر بقى حاجة هعملها، هجيب طماطمية ترانشات بالشكل ده، وهبدأ ان انا احطهم عليها علشان انا مش عايزة الطماطمية تنهري مني، لا انا عايزاها زي ما هي كده في قلب الصينية. هبدأ بقى ان انا ارص السمك بتاعي بعد ما سبته قد ربع ساعة كده في التتبيلة. هجيب بقى معلقتين من الصلصة وهدهن وش السمكية بتاعتي. ليه بحط صلصة على الوش؟ بتدي لون جميل اوي للسمكية وتطعيمها حلو. دهنت بقى وش السمكية بالشكل بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تدهنيها كويس قوي، ولو بقى معاكي صلصة ممكن تحطيها على البطاطس عادي مفيش اي مشكلة، هتدي لون حلو قوي للصينية بتاعتك. وهبدأ ان انا انزل بمعلقتين من الزيت كبار كده، وتجيبي ليمونة تقطعيها شرايح بالشكل دوت وترصيها كده، بتدي مزازة حلوة قوي صينية السمك. هبدأ بقى ادخلها على فرن سخن، وهحطها تحت الشواية. اول ما تستوي تطلع معايا بالشكل الجميل القمر ده. ما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد.